السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو غادي ندير لكم تصحيح النموذج الأول ديال الامتحان الجهوي في مادة علوم حيث الأرض. كيف ما كتشوفوا هذا هو الامتحان اللي غنخدموا عليه. غيكونوا فيه جوج ديال الصفحات مشارجين مزيان بالتمارين، والتمارين متعلقين بمجموعة ديال الدروس اللي قريتو. الا بغيتو تيليشارجيو هذا الامتحان هذا بصيغة PDF مع التصحيح ديالو، غنخلي لكم الرابط ديالو في الوصف ديال الفيديو ولا في أول تعليق. ملي غتبرك على الوصف بحال هذا الشكل غتلقى رابط بحال هذا، غتبرك عليه غيديك للصفحة د الموقع ديالنا. غتنزل للأسفل غتلقى واحد الزر في الكري في الرمادي مكتوبة فيه تنزيل أولا تحميل، غتبرك عليه وغتيليشارجي الامتحان ديالك. ملي غتيليشارجي الامتحان غيخرج لك بحال هكا، غتلقى في الأخير جمع لك مجموعة د الروابط. هاد الروابط راه مفيدة بزاف، فيها فيديوهات كنشرح فيهم الدروس ديال علوم حيث الأرض، وتلقى روابط ديال التمارين وروابط ديال الامتحانات وديال الملخصات اللي فيهم خططات كيكونوا مختصرين بزاف وغيسهلوا عليك الحفظ. السؤال الأول قال لك أجب بصحيح أو خطأ على الاقتراحات التالية وصحح الخاطئ منها. أوكي، عندنا هنا مجموعة ديال الجمل خصنا نجاوبوا قدامهم بخطأ ولا بصحيح، والخطأ نصحوها مزيان. ألف قال لك الاهتياجية هي خاصية يتميز بها الجهاز العصبي فقط. الاهتياجية أولا هي القدرة ديال الأعصاب على التهيج، يعني ممكن يتهيجوا مزيان. وهنا الجملة كتقول لنا أن الجهاز العصبي بوحدو هو اللي كيتميز بهذه الاهتياجية. هذه المعلومة خاطئة، علاش؟ حيت حتى الجهاز العضلي عنده القدرة على الاهتياجية. مثلا العضلة ممكن نهيجوها بالكهرباء كيف ما شفتوا في التجارب ديال الدروس السابقة. إذا نكتبوا لهم خطأ ونديروا جوج النقاط ونكتبوا قدامها التصحيح. الاهتياجية خاصية يتميز بها الجهاز العصبي والعضلي. غندوزو الاقتراح باء. الليف العضلي هو الوحدة البنيوية والوظيفية للعضلة. قال لك الليف العضلي اللي كيتعتبر أيضا بالخلية العضلية هو الوحدة البنيوية، يعني الوحدة اللي كتبني العضلة، والوظيفية للعضلة، وهي الوحدة هي ديك العنصر اللي كيقوم بالوظائف العضلة. وهذا الشيء صحيح وشفناه في الدروس اللي فاتوا. الا كنتو مازال ما فاهمينش الدرس ديال الجهاز العضلي فسيروا شوفوه، راه كاينه بلاي ليست شرح فيها كاع الاجزاء ديال هذا الدرس هذا بواحد الطريقه جد جد مبسطه. اوكي، غندوزو دابا العباره التاليه. قال لك توجد الباحه البصريه في الفص الامامي من المخ. الباحه البصريه هي ديك المنطقه اللي في المخ ديالنا اللي كتخلينا نشوفو. قال لك كتواجد في الفص الامامي ديال المخ. هنا شحال من واحد غيكون عمرو سمع كلمه الفص الامامي، واخا تكون ما قريتيهاش مثلا، قريتي غير الباحات، فملي غتسمع كلمه امامي غتفهم ان هذا كيقولوا لك ان الباحه البصريه كاينه القدام، يعني في جهه الجبهه في الامام، فهمتي؟ وحنا كنعرفوا ان الباحه البصريه ما كايناش في الامام، كاينه في اللور في الخلف، ديك الجهه فين تيقرنعوك صحابك اولا تيقرفدوك، تما كتكون الباحه البصريه. اوكي، اذا هذه الجمله خاطئه. غادي نكتبوا لهم توجد الباحه البصريه في الفص الخلفي للمخ. الاسم الحقيقي ديال هذا الفص هذا سميتو الفص القذالي، هذه هي السميه الحقيقيه ديالو، ولكن الا كتبتي خلفي تقبل منك. تاء مهما كانت القوة المطبقة على العضلة فإنها لا تؤثر على مرونتها. قال لك المرونة د العضلة ما عندهاش الحدود، يعني نطبقوا عليها أي قوة كيف ما كان الجهد ديالها غتبقى تقاوم وترجع للوضعية الأصلية ديالها. وهذه المعلومة خاطئة. شفنا من خلال التجارب في الفيديوهات السابقة أن العضلة إلا ركبنا فيها مثلا كيلو ولا 2 كيلو غتبقى تجبد وتمزق، وملي غنحيدوا ليها هذاك الكيلو ولا ديك الجوج ما غتقدرش ترجع للوضعية الأصلية ديالها. يعني المرونة هي واحد الخاصية محدودة. غنكتبوا لهم خطأ، جوج النقط كالعادة. المرونة هي خاصية محدودة عند العضلة. جيم قال لك الضفدعة الشوكية ضفدعة مخربة الدماغ. صحيح، الضفدعة الشوكية بكل بساطة هي ضفدعة عندها فقط النخاع الشوكي. علاش كنسميوها شوكية؟ حيتاش المخ ديالها الدماغ ديالها تخرب وبقى ليها فقط مركز عصبي واحد اللي هو النخاع الشوكي. قال لك ضع أمام كل حرف من المجموعة الأولى الرقم المناسب له في المجموعة الثانية. أوكي، عندنا هنا جدول فيه مجموعة ديال المصطلحات في المجموعة الأولى ومجموعة المصطلحات في المجموعة الثانية. فقال لك تحط لنا الأرقام ديال المصطلحات ديال المجموعة الثانية قدام المصطلحات ديال المجموعة الأولى. أوكي، غنبداو دابا بالمصطلح ألف.
حمى السيدا. حمى هي فيروس، عقلوا على هذه المعلومه مزيان. والسيدا قريناها في الدروس اللي فاتوا ديال اضطرابات الجهاز المناعي. قلنا باللي هذا الفيروس ديال السيدا او حمى السيدا كيستهدف اللمفاويات تاع 4. اوكي، غنقلبوا دابا على تاع 4 في المجموعه الثانيه. عندنا الخلايا البدينه لا، حيوان اولي لا، الكريات الحمراء لا. اذا رقم 4 غنديروا رقم 4 امام المصطلح اللي فيه الف. علاش؟ حيت حمى السيدا كتستهدف اللمفاويات تاع 4. عندنا باء مولد اللكد. شنو هو مولد اللكد؟ هو واحد المولد المضاد كيكون متواجد في الغشاء الخارجي ديال الكريات الحمراء، كريات الدم الحمراء. الى عقلتوا معايا فاش كنت كنشرح لكم الدرس ديال تحقن الدم، قلنا انه في المصل ديالنا كيكونوا عندنا واحد المضادات ديال بعض المولدات اللكد كنسميوهم باللاكدينات. اوكي، هاد اللاكدينات هادو كيستهدفوا الكريات الحمراء اللي فيهم مولد اللكد من نفس النوع ديالهم. مثلا الا كان عندنا لاكدين فغادي يستهدف لينا كره دمويه حمراء من الصنف فهمتي، وغيلصق فيها. ملي غيلصق فيها ديك الساعه كطرى جلطه دمويه ولا كيتسمى بالتلكد، كيطرى تلكد. مزيان. اذا دابا خصنا نقلبوا على الحاجه اللي غتناسب لينا مع مولد اللكد. عندنا الخلايا البدينه لا، حيوان اولي لا، كريات الحمراء صحيح. اذا غنحطوا رقم 3 امام مولد اللكد. عندنا الهيستامين. الهيستامين هي ديك الماده اللي كيفرزوها الخلايا المناعيه ملي كيتلاقاو المره الثانيه مع الأراجيات. الأراجيات هما دوك العناصر اللي كيسببوا لنا الأراجيه اللي هي الحساسيه. اوكي، مثلا الناس اللي فيهم الضيقه ملي كيشموا الغبره كاين واحد الخلايا مناعيه سميتها الخلايا البدينه كتفرز هذه الماده الهيستامين، وهذيك الماده الهيستامين هي اللي كتسبب لهم هذيك الاختناق ودوك النوبات اللي كيجيوهم. اذا عندنا رقم 1 فيها الخلايا البدينه، غنحطوا رقم 1 قدام الهيستامين. عندنا تاء اللي هي الباراميسيوم. الباراميسيوم بحال الاميبا كتعتبر حيوان اولي وجرثومه. اذا غنقلبوا هنايا على حيوان اولي ولا على جرثومه. عندنا رقم 2 فيها حيوان اولي، اذا غنحطوا 2 قدام الباراميسيوم. غندوزو دابا للتمرين التالي. اوكي، فالتمرين هذا كيقول لك باش نتعرفوا على الخصائص ديال الجهاز العصبي والعضلي كنقترحوا عليك هذه الدراسه التاليه. اوكي، قال لك لمعرفه تاثير ماده كوغار وهي ماده نباتيه سامه على نشاط الجهازين العصبي والعضلي، انجزت التجارب الممثله في الوثيقه 1 على عضله بطن الساق ضفدعه مرتبطه بعصبها. مزيان. قال لك باش نعرفوا كيفاش كتاثر هذه الماده اللي سميتها كوغار على الجهاز العصبي والجهاز العضلي، درنا مجموعه من التجارب اللي كنمثلوها لك في الوثيقه. رقم 1 على عضله ديال بطن الساق ديال ضفدعه. اوكي، هاد العضله هذه مرتبطه مع العصب ديالها. كيف ما كتعرفوا العضله كيكون لاصق فيها واحد العصب عضلي اللي كيدوز ليها السياله العصبيه الحركيه باش يخليها تقلص او لا ترخف. فهما خداو هذيك العضله بالعصب اللي لاصق فيها وداروا عليه التجارب اللي في رقم 1. قال لك يلخص جدول الوثيقه 2 ظروف ونتائج هذه التجارب. مزيان. دابا خصنا نديروا ملاحظه الوثائق ديالنا، عاد نمشيو نقراو الاسئله، ديما كنمشيو بالترتيب. اوكي، عندنا في الوثيقه 1 عندنا 3 ديال التجارب. كاينه التجربه الف وكاينه التجربه باء وجيم. غنبداو بالف. الف عندنا كتبين لنا هنايا كوغار، يعني حاطين هنا ديك الماده النباتيه السامه اللي سميتها كوغار دايرينها في هذا الاناء اللي هنايا. وعندنا عضله بطن الساق الضفدعه، هذه هي العضله كيف ما كتشوفوا لاصق فيها عصب، وهذا العصب هذا محطوط في النقطه في هذا الصحن هذا اللي فيه ديك الماده السامه. مزيان. بالنسبه للتجربه باء وجيم عندنا هنا النيت في ذاك الصحن كاينه ماده كوغار السامه، وعندنا العضله محطوطه في الاناء اللي فيه ديك الماده. مزيان. عندنا هاد العضله هذه لاصق فيها النيت عصب، وهنا كتبين لينا الوصل عصب عضلي. الوصل، هاد الوصل هذا هي ديك المنطقه ديك نقطه التقاء العصب مع العضله. كيف ما كتعرفوا العصب والعضله كيتلاقاو في واحد النقطه، وهذيك النقطه كنسميوها بالوصل او العصبي العضلي كيف ما مبين في الوثيقه. اوكي، دابا غندوزو للجدول. عندنا هنايا التجارب وعندنا النتائج ديالهم. تجربه 1 داروا فيها اهاجه للعصب المغمور في الموقع
بمادة كوغاغ. اوكي، هنا شنو غيديروا؟ غيهيجوا هذاك العصب اللي دايرينو في داك الصحن اللي فيه هذيك المادة السامة. النتيجة شنو كانت؟ هي تقلص العضلة. مزيان. تجربة باء داروا فيها إهاجة للعصب في الموقع ب. نمشيو للتجربة باء. كيف ما كتشوفوا الموقع ب فين جا؟ جا خارج الصحن اللي فيه ديك المادة السامة، داروا له إهاجة. النتيجة شنو كانت؟ هي عدم تقلص العضلة. جيم، إهاجة مباشرة للعضلة المغمورة في الموقع السي. مزيان. في جيم غادي يديروا إهاجة ديريكت للعضلة اللي حاطينها في الصحن اللي فيه ديك المادة السامة. النتيجة شنو هي؟ هي تقلص العضلة. مزيان. دابا خصنا نقراو الأسئلة المتعلقة بهذا التمرين. قال لك استنتج من التجربة ألف خاصيتي العصب التي تم الكشف عنهما. قال لك عطي لنا الخاصيتين، يعني جوج اللي تم الكشف عنهم في التجربة ألف. غنمشيو للتجربة ألف ونركزوا مزيان ونشوفوا النتائج ديالها باش نقدروا نخرجوا الخاصيتين. إذا فاش كنمشيو للنتائج شنو كنقراو تقلص العضلة. هذاك العصب مرتبط مع العضلة ياك. بما أن العضلة تقلصات، هادشي كيعني أن هذاك العصب فاش درنا له إهاجة تهيج ونقل لينا هذيك السيالة اللي عند العضلة وخلاها تقلص. إذا هادو هما الخاصيتين. كاينة عندنا الاهتياجية وهي قدرة العصب على التهيج. ملي هيجناه تهيج وصوب لينا سيالة عصبية حركية. والخاصية الثانية هي التوصيلية. التوصيلية زعما نقل هذيك السيالة العصبية الحركية إلى العضلة باش العضلة تقلصات. واضحة؟ هادو هما جوج ديال الخواص اللي تم الكشف عنهما. السؤال الثاني قال لك هل تؤثر مادة كوغاغ مباشرة على نشاط العصب؟ علل جوابك. قال لك واش هاد المادة السامة اللي سميتها كوغاغ كتأثر على نشاط العصب؟ إليه علاش وإلا علاش؟ هنا خصك تركز في السؤال. قال لك واش تأثر مباشرة على نشاط العصب؟ اش من نشاط بعدا؟ النشاط عنده علاقة مع دوك جوج الخواص اللي عاد كتشفناهم. يعني عندنا نشاط ديال قابلية العصب للتهيج، والنشاط الثاني وهو قابلية العصب لنقل أو قدرة العصب على نقل السيالة العصبية. هادو هما الأنشطة. إلا كانت غطرى شي تأثير على العصب فخاص هاد جوج الأنشطة ما يخدموش أو على الأقل وحدة فيهم تأثر. أوكي، باش نعطيهم واحد الإجابة اللي تكون صحيحة ومنطقية خصنا نرجعوا للتجارب ديالنا. هنا عندنا ثلاثة تجارب. كاينين جوج تجارب داروا على العصب وكاينه تجربة دارت على العضلة اللي هي جيم. حنا دابا غادي نستثنيو جيم، غندويو غير مع ألف وباء. في التجربة ألف داروا إهاجة للعصب في النقطة أ، العصب المغمور في المادة كوغاغ في النقطة أ. كيف ما كتشوفوا معايا داروا إهاجة في هذه النقطة أ. هذه النقطة أ فيها عصب مغمور بديك المادة السامة، ولكن العضلة تقلصت في النتيجة. يعني هذه المادة السامة ما أثرتش بشكل مباشر على العصب. مادام أن العضلة تقلصت يعني أن العصب تهيج. ثانيا صوب لينا هذيك السيالة العصبية وداها حتى العضلة والعضلة تقلصت. نمشيو للتجربة باء. هنا غيديروا إهاجة للعصب كيف ما كتشوفوا معايا. ها هو الموقع ب كاين في واحد النقطة بعيدة على البلاصة اللي فيها داك السم ديال كوغاغ. فملي هيجوا العصب في الموقع ب هاد العضلة هادي شنو طرا لها؟ ما تقلصاتش. اوكي، يعني كاينه شي حاجه طرات هنايا اما العضله باش ما تقلصاتش او لا طرات على مستوى نقطه الوصل العصبي العضلي. فهمتي؟ وبالتالي غيكون تاثير غير مباشر. فهمتي؟ كون كان تاثير مباشر كان العصب غادي يتاثر ملي حطيناه مباشره في داك السم وهيجناه في البلاصه اللي فيها السم كوغاغ، ولكن ما تاثرش، يعني ما كاينش تاثير مباشر. اوكي، دابا غنرجعوا للسؤال ديالنا. ديما فاش تنبغيو نعطيو شي اجابه كنعطيوها على قد السؤال. هنا في السؤال قالوا لنا واش هذه الماده اثرت بشكل مباشر على العصب، يعني غنجاوبوهم يا اما باه ولا بلا، ماشي بجواب واحد اخر. وقالوا لنا علل جوابك، غنقولوا لهم ها علاش. اوكي، غنقولوا لهم لا، لان نشاط العصب لم يتاثر عند غمره بشكل مباشر في تلك الماده في التجربه الف بكل بساطه بلا ما ندخلوا في تفاصيل اخرى. رقم 3 قال لك هل تؤثر مادة كوغاغ مباشرة على العضلة؟ علل جوابك. نفس
السؤال غير هو موجه للعضلة. إذا غادي نمشيو حنا دابا للتجربة الخاصة بالعضلة اللي هي جيم. أوكي، قال لك إهاجة مباشرة للعضلة المغمورة في مادة كوغار في الموقع السي. فهاد التجربة جيم شنو غادي يديروا؟ غادي يحطوا هاد العضلة في هاد الصحن هذا اللي فيه ديك المادة السامة، وغادي يديروا لها إهاجة بشكل مباشر في النقطة سي. يعني هاد النقطة سي كاينة في البلاصة اللي فيها السم كيحيط بالعضلة. مزيان، شنو كانت النتيجة؟ كانت تقلص العضلة. يعني ما كاينش واحد التأثير مباشر على العضلة من قبل هاد المادة هذه. غادي نجاوبوهم بشكل بسيط، لا، لأن نشاط العضلة بين قوسين التقلص لم يتأثر رغم غمرها بشكل مباشر في تلك المادة في التجربة جيم. قال لك 4، استنتج موقع تأثير مادة كوغاغ. قال لك استنتج لينا البلاصة اللي كتأثر عليها هاد المادة السامة اللي سميتها كوغاغ. إذا فاش دابا حنا غادي نبغيو نقلبوا على هاد البلاصة اللي كتأثر عليها مادة كوغاغ، ما غاديش نمشيو للتجربة ألف ولا التجربة جيم. علاش؟ حيتاش مادة كوغاغ ما أثراتش لا على العضلة ولا على العصب في هاد جوج ديال التجارب. فهمتي؟ إذا غنمشيو للتجربة باء اللي العضلة ما تقلصاتش فيها. فهاد التجربة باء شنو غيديروا؟ غيديروا إهاجة على مستوى النقطة بي. غيديروا إهاجة للعصب في نقطة بي. هاد النقطة بي فين جات؟ جات خارج الصحن اللي فيه المادة السامة، والعضلة محطوطة في هاد الصحن هذا اللي فيه المادة السامة. فملي غيديروا إهاجة للنقطة بي، هاد العصب غيتهيج، غيصاوب لينا سيالة عصبية كيف ما كتعرفوا، وغتبقى غادا باش تمشي للعضلة. ولكن شنو كيطرا؟ هاد السيالة ما كتوصلش للعضلة، والعضلة ما كتقلصش كيف ما كنشوفوا في النتيجة ديال التجربة. إذا فين هو الموقع اللي تأثر هنا؟ واش هو العضلة؟ واش هو العصب؟ لا، العضلة كيف ما شفنا في التجارب ما كتأثرش، والعصب ما كيتأثرش بشكل مباشر. إذا النقطة اللي تأثرت بوحدها هي نقطة الوصل العصبي العضلي بكل بساطة. بما أن العضلة ما كتأثرش، العصب ما كيتأثرش بشكل مباشر، فالوصل العصبي العضلي هو اللي كيتأثر بهاد المادة. دابا غندوزو للتمرين الثاني عليه 6 ديال النقاط. قال لك ورد في شهادة ممرضة ما يلي: قبل الالتحاقي بهذه القرية كان مرض القزاز جد منتشرا عند حديثي الولادة، حيث تلد النساء على الأرض بمساعدة أخريات وبدون اتخاذ أي احتياطات وقائية، ويقطع الحبل السري بواسطة سكين أو شفرة قديمة أو أي شيء حاد. ولإيقاف النزيف كنا يضعن قليلا من التربة على الحبل السري. قال لك هذه واحد الممرضة قبل لا تمشي لواحد القرية، كان هذيك القرية مرض الكزاز منتشر فيها بشكل كبير عند حديثي الولادة اللي هما الأطفال اللي عاد خلقوا، حيتاش النساء في ديك القرية كانوا كيولدوا على الأرض. وكيف ما كتعرفوا مرض الكزاز أو جرثومة الكزاز كتكون في التربة وكتكون في المواد المعدنية الصدئة. فهاد النساء هادو كانوا كيولدوا على الأرض، وكانوا كيقطعوا الحبل السري بسكين أو بشفرة قديمة، يعني ممكن تكون مصدية ويكون فيها داك مرض الكزاز، وكانوا كيوقفوا النزيف ديال الحبل السري بالتراب، كيحطوا عليه التراب باش يوقف الدم. والتراب كيف ما كتعرفوا يقدر يكون فيه مرض الكزاز. قال لك أولا استخرج من النص الأسباب التي كانت وراء انتشار مرض الكزاز. هنا السؤال تيقول لك استخرج من النص، يعني ما غاديش تعطينا واحد الجواب من راسك، فانت خصك تعطي لنا جواب من المعطيات اللي كاينه في النص. حنا عندنا 3 الاسباب. اولا النساء كتولد على الارض، والارض كيف ما كنقولوا ممكن تكون ملوثه ببكتيريا الكزاز. ثانيا كيستعملوا شفره او سكين قديم اللي ممكن يكون ملوث بهاد الجرثومه. ثالثا كيوقفوا النزيف بالتربه، تيوقفوا النزيف الحبل السري بالتربه. اذا هاد العوامل ب3 غيساهموا في انتشار هذا المرض هذا. غنكتبوا لهم الاسباب هي الولاده في مكان غير مطهر كالارض، واستعمال ادوات قديمه وغير معقمه كالسكين القديم، والتربه لوقف نزيف الحبل السري. هذو هما الاسباب. غندوزو للجمله الثانيه. قال لك حاليا ولمواجهه مرض الكزاز يتم اللجوء الى طريقتين مختلفتين: الاستمصال، حيث يحقن الشخص المصاب بالكزاز بمضادات أجسام نوعية يبين الجدول الواحد النتائج المحصل عليها. التلقيح، يحقن الشخص بحقنات متتالية بذفان الكزاز
يبين الجدول جوج النتائج المحصل عليها. مزيان، قال لك حاليا باش نواجهوا هذا المرض القزاز كنديروا جوج طرق مختلفه، يا اما طريقه الاستمصال، وكيف ما كتعرفوا الاستمصال هي فاش كيكون شي واحد مريض بالقزاز أبرة الجسم ديالو كيكون صاوب هذوك المضادات الأجسام الخاصة بهاد البكتيريا. فشنو كيديروا الأطباء؟ كياخذوا ليه المصل من الجسم ديالو، هذاك المصل كيكون غني بديك مضادات الأجسام، وكيحقنوها للأشخاص اللي مرضين بنفس المرض ولكن الجهاز المناعي ديالهم ضعيف وما قدرش يقاوم هذا المرض هذا. فهمتي؟ فبمجرد ما كيدخلوا دوك مضادات الأجسام للجسم ديال هذاك الشخص المصاب بهذا المرض هذا، كيمشيو ديريكت لعند ديك الجرثومه وكيحاصروها، كيكونوا داك المركب المنيع اللي كتم البلعمه ديالو من قبل البلعوميات وكتحسن الحاله ديال الشخص المصاب كيف ما كتعرفوا. اما بالنسبه للتلقيح فكيف ما قالوا لنا هنايا كيعطيو حقنات متتاليه من دفان الكزاز. شنو هو الدفان؟ كيف ما كتعرفوا بكتيريا الكزاز كتطلق واحد السمين سميتو سمين الكزاز. هذا السمين هذا كيأثر على الجهاز العصبي كيف ما كتعرفوا. اذا باش تولي عندنا مناعه ضد هذا السمين اللي كيطلقوه جرثومه الكزاز، كنقبطوا داك السمين كنحاولوا نحطوه في واحد الظروف جد قاسيه باش يفقد القدرات الممرضه ديالو ويولي سمين واهن، وكنحقنوا به الاشخاص. فملي كيدخل هذاك السمين الواهن الجسم ديالك، الجسم ديالك دغيا كيتغلب عليه وكيصاوب ليه مضادات الاجسام النوعيه ديالو، وكتولي عندك مناعه مكتسبه ضده. ملي كيجيك السمين الحقيقي اللي كيقتل ما غيدير لك والو، حيت الجسم ديالك ديجا عارف هذاك السمين وموجد ليه وعارف قوالبه. فهمتي؟ ندوزو سيدي الجداول التاليه. الجدول الاول عندنا هنا جوج الخانات، عندنا الزمن وعندنا كميه مضادات الاجسام. اذا ملي كيتم حقن الشخص بالمصل من بعد اليوم الاول كتولي عنده 0.64 من مضادات الاجسام. ملي كدوز 7 ايام هاد الكميه كتنخفض وكتولي 0.32. ملي كدوز 14 اليوم كتولي 0.09، وهي غادا حتى كتوصل ل 0.002 في مده 40 يوم. يعني الكميه ديال مضادات الاجسام كتنخفض من بعد الحقنه الاولى ديال المصل من بعد اليوم الاول بشكل مباشر. الجدول الثاني عندنا هنايا 3 الحقن، كاين الحقن الاول، الحقن الثاني، الحقن الثالث. عندنا جوج الخانات اللي هما الزمن وكميه مضادات الاجسام. قبل التلقيح كانت الكميه ديال مضادات الاجسام هي 0، من بعد التلقيح ب7 ايام ولات 0.02 ووصلت حتى 0.03 من بعد 14 يوم. ولكن في هذا النهار 14 غادي يعطيوه الحقنه الثانيه، ملي غياخذها غتولي عنده 0.08 من بعد 21 يوم، وغتوصل حتى ل 0.30 ديال مضادات الاجسام من بعد 42 يوم. وفي هذا النهار هذا غيعطيو ليه الحقنه الثالثه، من بعد عام على التلقيح غتولي عنده 1.50. اوكي، غندوزو دابا للسؤال الثاني. قال لك كيف تتطور كميه مضادات الاجسام في حاله كل من التلقيح والاستمصال. قال لك كيفاش كتطور الكميه ديال مضادات الاجسام بعد ما كناخذوا الجرعه 3 د اللقاح اولا بعد ما كناخذوا المصل. اذا هنا خصنا نعطيهم ملاحظه، ما غاديش نوصفوا لهم كيفاش كتطور الكميه، فهمتي؟ ما غتبقاش تدقق لهم، غتعطي الملاحظه ديالك. فملي كنمشيو مثلا للجدول اللي فيه المصل، شنو كيبان لينا؟ قبل لا ياخذ المصل كتكون الكميه زيرو ياك، من بعد ما كياخذو كتولي 0.64، ولكن من بعد كتبدا تنخفض بشكل تدريجي ومستمر حتى كتوصل 0.02، كتهبط من 0.64 ل 0.002 من بعد 40 يوم على الحقنه ديال المصل. اذا غادي نكتبوا لهم المصل ونديروا جوج النقاط ونعطيو الملاحظه ديالنا على الكميه ديالو. نكتبوا لهم مثلا نلاحظ انخفاض تدريجي ومستمر لكميه مضادات الاجسام مباشره بعد اليوم الاول من تلقي جرعه المصل. بكل بساطه هادشي اللي لاحظناه. بالنسبه اللقاح قبل لا ياخذوا الشخص كتكون عنده صفر في مضادات الاجسام، من بعد ما كياخذوا ب7 ايام كتولي عنده 0.02، فاش كدوز 14 يوم كتولي 0.03. كاين واحد الارتفاع ولكن طفيف. فاش كياخذ الحقنه الثانيه كتكون عنده 0.08، كتوصل حتى ل 0.30. فاش كياخذ الجرعه الثالثه كتنقص لصفر، كتنقص ل 1.5 اولا 50. اذا
اللي كنلاحظوه من هاد المعطيات ان الكميه ديال مضادات الاجسام كترتفع من بعد ما كناخذوا كل جرعه د اللقاح. هادشي اللي لاحظناه وهادشي اللي غنكتبوا ليهم، غنزلوا السطر غنكتبوا مثلا اللقاح، نديروا جوج د النقاط ونكتبوا قدامه: نلاحظ ارتفاع في كميه مضادات الاجسام بعد كل جرعه من اللقاح على مدار الزمن، ولا بدلاله الزمن. اوكي، غندوزو للسؤال الثالث. قالك فسر هذا التطور بالنسبه لكل حاله. قالك غتفسر لينا هذا التطور هذا، علاش مثلا المصل الكميه ديال علاش عفوا الكميه ديال مضادات الاجسام كتنخفض من بعد ما كناخذوا جرعه ديال المصل، وعلاش الكميه ديال مضادات الاجسام كترتفع من بعد ما كناخذوا كل جرعه من اللقاح. غنبداو بالمصل. ملي كناخذوا الحقنه ديال المصل كترتفع عندنا في النهار الاول الكميه ديال مضادات الاجسام، حيت المصل كيكون فيه غير مضادات الاجسام كيف ما كتعرفوا، ولكن من بعد هذا النهار هذا كتبدا تنخفض. علاش؟ حيت هذيك مضادات الاجسام شنو هو الهدف ديالها؟ ملي كتدخل الجسم ما كتبقاش جالسه، كتمشي ديريكت وكتقصد لينا هذيك البكتيريا وكتلصق فيها، كتحاول تبطل المفعول ديالها من خلال هذاك المركب المنيع. هو ملي كيتكون المركب المنيع واش غيبقى في الجسم؟ لا، كتجي البلعوميات الكبيره وكتبلع هذاك المركب المنيع بديك الجرثومه ديالو بمضادات الاجسام ديالو، وكيتقاضاو مضادات الاجسام بهذا الشكل هذا. اذا فالاجابه ديالنا غتكون كالتالي بالنسبه للمصل. غنكتبوا لهم المصل، ندير جوج بالنقاط، نكتبوا لهم: تعمل مضادات الاجسام على ابطال مفعول مولد مضاد معين من خلال تكوين المركب المنيع الذي يتم ابتلاعه من قبل البلعوميات، مما يؤدي الى انخفاض كميتها بشكل مباشر بعد تلقي جرعه المصل. اوكي، هنا عطيناهم تفسير فيما يخص التطور ديال كميه مضادات الاجسام بالنسبه للمصل. بقات لنا دابا اللقاح. اللقاح فين ما كناخذوا شي جرعه كترتفع الكميه ديال مضادات الاجسام في الجسم ديالنا. هادشي عنده واحد العلاقه مباشره مع البلزميات الذاكره، عفوا اش من بلزميات الذاكره، اللمفاويات باء الذاكره. ملي كناخذوا اللقاح كتكون فيه هذيك السمين الوهن، فكيجيو اللمفاويات باء كينقسموا الى لمفاويات باء ذاكره اللي كتعقل على الخصائص ديال هذاك المولد المضاد، وبلزميات اللي كتصاوب لنا مضادات الاجسام. كل ما كثروا هذوك اللمفاويات باء الذاكره كل ما غادي يكثروا عندنا مضادات الاجسام. علاش؟ حيت اللمفاويات باء الذاكره كيعقلوا على الخصائص ديال مضادات الاجسام، وبالتالي هما كيقولوا لهذوك البلزميات ها كيفاش غتصاوبوا هاد مضادات الاجسام، ها كيفاش خاص يكون الشكل ديالها، وها كيفاش. فهمتي؟ هادشي هو اللي كيخلي الكميه ديال مضادات الاجسام ترتفع من بعد كل حقنه. فوق ما كناخذوا شي حقنه كيطلعوا اللمفاويات باء الذاكره، وبالتالي كيرتفع العدد ديال مضادات الاجسام اللي كيصاوبوها البلزميات. فغادي نكتبوا لهم مثلا اللقاح ونديروا جوج النقاط ونكتبوا قدامه: يرجع ارتفاع كميه مضادات الاجسام بعد كل جرعه من اللقاح بسبب اللمفاويات باء الذاكره التي تحتفظ بخاصيات المولد المضاد، والتي تؤثر بشكل مباشر على البلزميات المصنعه لمضادات الاجسام. هنا غنكونوا عطيناهم تفسير لهذه المساله. السؤال الرابع قال لك: ما هي خاصيه الاستجابه المناعيه التي تستنتجها من الجدول 2؟ الجدول 2 شنو فيه؟ فيه اللقاح، خذينا الجرعه الاولى الثانيه الثالثه، مزيان. وهنا عندنا كميه مضادات الاجسام كترتفع من بعد ما كناخذوا كل حقنه. اذا شنو هي الخاصيه هنا اللي كيدويو عليها؟ فين ما تشوف اللقاح عرف الخاصيه المناعيه اللي كيتم تطبيقها هي الذاكره المناعيه. اوكي، فاش كناخذوا حنا لقاح فيه واحد الجرثومه وهنا كتدخل الجسم ديالنا كيقضي عليها بسهوله، ولكن الهدف الاساسي هو الجسم ديالك يكتسب مناعه ضد هذيك الجرثومه. وبالتالي باش نكتسبوا هذيك المناعه كنستعملوا الخاصيه اللي هي الذاكره المناعيه اللي كتميز اللمفاويات باء الذاكره. اوكي، اذا نكتبوا لهم الخاصيه هي الذاكره المناعيه. 5 قال لك: وضح في اي حاله يتم اللجوء الى كل طريقه على حده. اش من حاله كنلجؤوا الى المصل، فاش من حاله كنلجؤوا الى اللقاح. المصل كنلجؤوا ليه ملي كيكون عندنا شي شخص مريض، راه مريض هذاك، وبالتالي كنستعملوا معاه المصل باش نعالجوه.
أوكي، كنعطيو هذيك مضادات الأجسام واجدة باش تعاونو وتوقّدو. أما بالنسبة للقاح كناخدوه قبل لا نمرضو، فهو وسيلة وقائية وليس علاجية. أوكي، غنبداو بالمصل، غنكتبو ليهم على سبيل المثال المصل، نديرو 2 النقاط ونكتبو قدامهم. يستعمل لعلاج شخص معيّن أُصيب بمولد مضاد معيّن. أوكي، غنديرو عاوتاني اللقاح ونديرو 2 النقاط ونكتبو قدامهم. يستعمل للوقاية من مرض معيّن.